جربتوا تعملوا التندوري في البيت؟ ومش بس كده، كمان تعملوه على البوتاجاز مش في فرن ويطلع مستوي بالشكل ده كده. طعم وشكل، حاجة في منتهى الجمال والروعة بجد. تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة تندوري الفراخ بطريقة سهلة جدا. طبعا احنا عارفين التندوري وصفة هندية بس حلوة جدا جدا جدا. يمكن أحلى وصفة اتعملت الفراخ بجد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بمنتهى البساطة. قبل ما ابدأ الفيديو، انا هالة ابو بكر. يا ريت تعملوا للفيديو لايك وشير، ويلا نقول بسم الله ونبدأ على طول. تعالوا اول حاجة نجهز الخلطة اللي هنتبل بيها الفراخ او التتبيلة. عندي علبة من الزبادي، عليها معلقة كبيرة من التوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، وكمان عندي فلفل اسود. زي ما تحبوا بقى تحطوا، يعني انا بحب اكتر فلفل اسود دايما في الفراخ. كمان عندي معلقة صغيرة من الكركم، وعندي كمان معلقة صغيرة من الكزبرة. البهارات الميكس بتاعها حلو جدا. وعندي كمان معلقة من بهارات الفراخ، وعندي نص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كمان كبيرة من البابريكا. كمان عندي كمان حوالي معلقتين كبار من الخل، وكمان معلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين زيهم برضو من الصويا صوص. لو عندكم هوت صوص كمان ممكن تحطوا معلقتين كمان، بتبقى حلوة جدا. كمان عندي معلقتين كبار من الصلصة. خلاص كده كل المكونات. هبتدي بقى اجيب عندي لون احمر جل، وده نقدر نستغنى عنه لو مش حابينه، بس انا بحب اطلعها باللون ده، بتبقى تحفة. هحط منه حوالي نقطة او نقطتين بالكتير، وهبتدي اقلب. الالوان دي طبعا الوان صحية بنستخدمها على طول. بلاش الالوان البودر حتى لو هتديكوا لون حلو، لان بتدي طعم مش حلو خالص في الاكل، تدي طعم مملوحة كده مش طبيعي. هبتدي اقلب بقى كويس المقادير كلها مع بعضها واخلطها كويس. طبعا انا نسيت احط الملح وافتكرت، وبعد كده حطيت الملح، وهبدأ اكمل خلط المكونات بتاعتي كويس قوي. تمام كده، عندي الخليط اللي هتبل بيه الفراخ او التتبيله عندي جاهزه. تعالوا نشوف بقى الفرخه هعمل فيها ايه. الفرخه اولا عندي فرخه وسط، هبتدي اجيبها كده وهشيل الجلد كله، هشيل الجلد تماما، مش عايزه اي جلد في الفراخ. هسيب بس الجناح مش اكتر من كده. زي ما انت شفتوا كده انا بعمل فتحه صغيره قدام، وبعد كده ببتدي اشيل الجلد. بيتشال بمنتهى البساطه على فكره، مش صعبه، يعني سهله جدا. تدريجيا كده باخد الفرخه واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما اخلص الفرخه كلها من الجلد اللي موجود فيها. كده خلصت الصدر. هبتدي اشتغل في الظهر بنفس الشكل، سهله وبسيطه جدا. طبعا يا ريت بعد ما تشيلوا الجلد تدوها شطفه كويسه قوي من الميه، يعني تحت الحنفيه، وتشيلوا الزلال اللي بيبقى موجود بين الجلد وبين اللحم ده، لان عادة ده اللي بيعمل الزفارة في الفراخ، فلازم اتأكد ان هو متشال كويس قوي. يعني انا لما بغسل الفراخ عادي والجلد موجود، بحاول ادخل ايدي تحت الجلد وابدأ اشيل الطبقة اللزجة دي او الزلالية دي. خلاص كده تمام. انا فتحتها من الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه هبدأ بقى بعد كده اخد الصدر وهعمل فيه شرايح زي ما انتوا شايفين كده، من 5 ل6 فتحات. علشان طبعا ادخل التتبيلة كويس قوي فيه. تمام. هبتدي كمان اعمل كده في الوراك بتاعه الفرخه، يعني حوالي 3 4 فتحات. طبعا هو في ورك هنا اتقطع مني وانا بشتغل يعني، بس عادي مفيش مشكله على فكره يعني. خلاص تقدروا تقطعوها اصلا قطع وتبداوا تشتغلوا فيها. تعالوا بقى ناخد الفرخه بتاعتنا بعد ما عملنا لها الفتحات دي ونحطها في التتبيله. اقل حاجه 4 ساعات، يعني يا ريت يا ريت تحطوها من بالليل للصبح. اهم حاجه بس وقبل ما اشيلها في التلاجة، اتاكد كويس قوي ان التتبيله عندي دخلت في كل حته في الفرخه، في الفتحات اللي انا عاملاها دي، وهغطيها واشيلها في التلاجة. تعالوا بقى نشوف هنسوي ازاي. وزي ما قلت لكم احنا هنسوي على البوتاجاز مش في الفرن. طاسه كده، وهحط فيها معلقتين كبار من الزبده، وهحط الفرخه الاول ناحيه العظم، وهسيبها حوالي 10 دقايق.
تبتدي تاخد صدمة. طبعا الطاسة عندي ساخنة جدا، تاخد صدمة وكمان تاخد لون من تحت. خلاص كده هسيبها يعني حوالي 10 دقايق. تسويتها كلها هتبقى موجودة على البوتاجاز، مش هنقلها في اي حاجة تاني ولا هحطها في الفرن ولا حاجة. بعد كده بقى هبتدي اخد الفرخة كده واقلبها على الناحية التانية. زي ما قلت لكم انا عايزاها تاخد اللون الاول من الناحية دي، ومش هتكون هي دي المرة الاولانية اللي هقلب فيها يعني ولا الاخيرة، بس اول مرة مهمة جدا ان انا اسيب الفرخة لحد ما تاخد كده صدمة من الناحية اللي كانت محطوطة فيها على الطاسة، ولونها يبدأ يغير زي ما انتم شايفين كده. الورك ده بقى مغلبني بجد طول ما انا بقلب في الفرخة. طبعا هو الورك العاق اللي طالع بره الفرخة عشان اتقطع مني. خلاص هسيبها من الناحية التانية برضو 10 دقايق. 10 دقايق وبعد كده هبتدي اقلب فيها. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين، وهقلب الورك طبعا التاني برضو، وهكذا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. كل 5 دقايق هديها تقليبة، كل 5 دقايق هقلبها على الناحية التانية، من الناحية دي للناحية دي 5 دقايق واقلب، و5 دقايق واقلب. في الوقت ده هنا عندي النار وسط، مش عالية قوي. خلاص بعد ما اخدت صدمة من الناحيتين الاول مرة بقلبها، بعد كده بخلي النار وسط وابتدي بعد كده اقلب فيها. كل 5 دقايق اقلب شوية، هقلب مرتين 3 كل 5 دقايق على كل جنب. وبعد كده هبتدي اقلب كل 10 دقايق، يعني بعد ما اقلب مرة 5 دقايق ومرة 5 دقايق، مرتين 5 دقايق لكل ناحية. بعد كده هخلي الفرخة كل 10 دقايق وهبتدي اقلبها. خلاص هبتدي كمان اخد من الخليط اللي انا متبلة بيه الفرخة، التتبيلة يعني، وابتدي ادهن الفرخة تاني. زي ما انتوا شايفين كده بحاول ادخل التتبيلة عندي في الفتحات اللي انا عملتها، وده طبعا بيدعم لي الطعم عندي وبيخلي الفراخ، عايزه اقول لكم التسويه دي كمان خلت الفراخ عندي جوسي جدا، طريه جدا بشكل مش طبيعي. وطبعا مش عايزه اقول لكم هي مستويه ازاي بقى، زي ما شفتوا كده الفراخ كانت دايبه. خلاص شربتها كويس من التتبيله وهسيبها 10 دقايق على الناحيه دي، وهبتدي بعد كده اقلبها على الناحيه التانية. طبعا الخطوه دي انا بعملها على طول قبل ما اقلب الفراخ. انا هنا بس نقلتها في طاسه اوسع عشان ابقى متاكده ان كل حته في الفرخه ملامسه للطاسه وتستوي. خلاص كده تمام. هبتدي اظبطها بقى كده جوه الطاسه واتاكد ان كلها موجوده جوه الطاسه ومرتاحه وملامسه للطاسه عشان تستوي كويس. وهبتدي اغطي عليها، هغطي عليها لمده ساعه. بس في الاثناء دي طبعا آه هفتح عليها كده حوالي 3 4 مرات واديها تقليبه لكل جنب. ومش بس كده، هاخد كمان الصوص اللي نازل منها الحلو الجميل ده وهبتدي ادهنها بيه. وطبعا اعمل الحركه دي يعني ادهنها على طول قبل ما اجي اقلبها، يعني لما اجي هكون هقلبها اروح واخده من الصوص كده ودهنه بيه. خلاص تمام كده. طبعا انتوا اخدين بالكم ان هي بدات خلاص تستوي كده. قعدت عندي ساعه كامله على النار، كانت خلاص استوت سوا كامل. خلاص انا طبعا اختبرتها. طبعا اول ما العظم يبتدي يتكشف كده احنا بنعرف ان الفرخه استوت. تعالوا بقى نجيب فحمايه كده ونحطها في الطاسه ونحط عليها شويه من الزيت عشان نديها طعم التدخين وريحته بتبقى في منتهى الروعه. غطوا عليها 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي. خلاص كده هتبقى عندي الفرخه جاهزه. طبعا الفراخ دي تتقدم مع رز بسمتي بتبقى في منتهى الروعة، يعني من ضمن الأكلات اللي بناكلها في المطاعم واحنا فرحانين جدا ومبسوطين ان احنا هناكل تندوري. انا عن نفسي من الناس اللي بتحب التندوري جدا جدا جدا، وما صدقت اعمله في البيت ويطلع بالحلاوة والجمال ده. نصيحة مني جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. تتبيلة حلوة، طريقة تسوية الفراخ حلوة جدا ومخليها طرية جدا ومستوية بشكل مش طبيعي، يعني احسن ما تتحط من الفرن وتنشف كمان. خلاص يعني بصوا الجمال، بصوا الفرخة اصلا انا ما كنتش عارفة امسكها على فكرة والله، مش بس من السخونية، لا هي عشان دايبة جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا وقولي رأيكم ايه. كالعادة هستنى منكم لايك وشير للفيديو، ولو كنت أول مرة بتشوفوني وبتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني اشتراككم في القناة وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وأقول لكم مع السلامة.